السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وقبل ما نبدا معكم الفيديو، بالنسبه للناس اللي كيطلع لهم الفيديو قصير ما عليكم الا تضغطوا على علامه بلاي اللي غتلقاوها تحت الصوره ديالي، وبهكذا كيطلع لكم الفيديو بالتفصيل. ونبداو على بركه الله. هنا كناخذ كميه من الصدر ديال الدجاج، كنقطعوا قطع كنوضعوا في الهاشواغ، كنضيف ليه واحد البصله، وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال القزبر المعدنوس، وغادي نطحنوا في الهاشواغ حتى كنحصلوا على هاد النتيجه هذه اللي كتشوفوها معايا. ومن بعد كنوضع مقلاة فوق النار، كناخذ 500 غرام ديال الكورجيت او القرعه الخضراء، كنحكها في الحكاكه الغليظه وكنوضعها في المقلاة كما قلت لكم. كنضيف ليها شويه ديال المليحه، نخليها تشحر شويه على نار اللي كتكون عاليه. ومن بعد كنضيف ليها الدجاج اللي طحنته من قبل، نص معلقه ديال السكينجبير، كنضيف شويه ديال الملحه اخرى، وكنضيف لي بزار حسب الذوق، وغادي نضيف زيت الزيتون، وكنخلي جميع المكونات كيتشحروا. هنايا ضفت جوج ديال الفلفلات حمرين اللي شويتهم فوق البوطه وقشرتهم وقطعتهم الى مكعبات صغيره. وبعد ما كطيب الحشوه ديالي كنضيف ليها، بعد ما كنطفي عليها النار بطبيعه الحال، كنضيف ليها واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر يابس وشويه ديال زيت الزيتون، وكنعمر بها خبز ديال الساندويتشات اللي هو على هذا الشكل هذا. فإلا بغيتوني ننزل لكم الطريقه ديال هاد الخبيزات هادو ما عليكم الا تخليوها ليا في التعليق. وبهكذا البنات كنحصلوا على واحد الحشوه اللي هي صحيه ولذيذه وشهيه بطريقه مختلفه. كنتمنى الفكره اليوم تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوش خليو لي لايك، ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبالصحه والراحه والى اللقاء.